الى طبطان. يعني رحله غير حادة استثنائيه، ممكن تسميوها رحله العمر، ذات العمر. كنتي كتسينها شحال هذه انها تجي وضروري خاصك تمشي لها، ولكن مع الاسف عندك انشغالات كثيره اما في الجمعيه او في العمل ديالك، عندك واحد المجموعه من المهام اللي خاصك تنجزها على الاقل في اسبوع. يعني افترضوا انه غتكون الرحله من واحد المده معينه، خاصك على الاقل اسبوع باش تنجز هذه المهام اللي عندك. ولكن نظرا لان الناس ديال المنتدى النسائي باغيين يفكوا الخدمه، قرروا انهم ينظموا الرحله الجمعه. قرروا انهم ينظموا الرحله الخميس والجمعه والسبت والحد، وانت دابا في نهار الاثنين اللي قبل هاد الايام هذه. المهام اللي عندك خاصك ليها اسبوع. شحال بقى كاين مشيتي الا قررت انك تمشي للرحله؟ شحال بقى؟ 3 ايام فقط. تبين معايا؟ افترض انك قررت تمشي للرحله، كيفاش غيكون الانجاز ديالك والعمل ديالك على هذيك المهام اللي كانت عندك خاصك انك تنجزها؟ غيكون سريع. شنو اخر؟ لا، هادشي اللي ما عندكش مقاييس معينه، بينما كاين عندك شروط معينه خاصك تحترمها في هذه المهام. عندك شروط مقاييس خاصك تحترمها. اكيد انها اولا غديرها بسرعه. نعم، غتحاول ما امكن انك تستغل احسن استغلال الوقت ديالك. غتقلب على كل الطرق بحيث دير الخدمه بشكل سريع. ممكن تفوت، ممكن تقلب هنا وهنا وهنا، وغتولي كتنظم وقتك بزاف عليك، بغيتي ولا كرهتي. طيب شنو تغير بين الا مشيتي للرحله وبقات عندك فقط 3 ايام، والا ما مشيتيش وبقات عندك 7 ايام بحيث تنجز هذه المهام؟ تغير شنو الفرق زعما؟ نعم، هذه النتيجه بحيث النتيجه بحيث الاصل. شنو الاصل اللي كيفسر هذه النتيجه هذه؟ في هذه الحاله ديال الرحله عندك حافز، عندك هدف، عندك شي حاجه اللي كتدفعك انك تعطي اكثر واكثر، انك تخدم بشكل اسرع وفعاليه، انك تقلب وقتك وتخدم احسن الوسائل والطرق بحيث تنجز المهام ديالك باسرع وقت. بمعنى شنو تزاد ملي تغير الهدف؟ زادت الفعاليه في حياتك. نعم، وهذه نقطه كبيره وتحفيز، وتقدر تخدم 12 ساعه مستمره واكثر ما تعياش. بكل بساطه في حياتنا اذا اعتبرناها رحله، انها كتسنانا رحله لطبطان في حياتنا، هذه هي الاضافه النوعيه لاهداف حياتك اللي كتحدد اهدافك بشكل مباشر تلقائي سريع جدا، كتفعل